Everybody get your fucking hands up. عليكم يا اخواتي وحبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير دايما. وطبعا كالعاده رجعنا لكم النهارده فيديو جديد. فيديو النهارده زي ما انتم طلبتوه على المنتدى اللي هو بتاع تحديد موقع الضحيه عن طريق لينك. ايوه يا برو، زي ما انت سمعت. طبعا انا مش بطلع اهبط ولا بتكلم زي الناس التانية، انا هوريك اثبات فعلي وهوريك وانت معايا في قلب الفيديو. بس قبل اي حاجه كده حابب اشكر كل اخواتي اللي دعمني وخليني وصلت 3000 مشترك، بجد يعني شكرا قوي. وعقبال يا رب 10,000 اخ واخت ان شاء الله. طبعا يا برو مش هطول عليك، كل اللي هتحتاجه البرنامج ده بتاع سحب الاي دي، ده اللي هتجيب له الاي دي بتاع الضحيه، وده البرنامج ده اللي هنحدد بيه موقع الضحيه. طبعا البرامج دي انا اللي مصممها اصلا، البرامج دي مش موجوده على اليوتيوب، فدي انا اللي مصممها. وتاني حاجة تالت حاجة هتحتاجها ملف هيكون فيه الباسورد بتاع البرنامج ده، لأن البرنامج ده معمول باسورد، فالباسورد ده هتلاقيه في الملف ده. طبعا يا اول حاجه تخش على تطبيق سحب الاي دي، هيفتح معاك بالواجهه دي. طبعا انت هنا لما تكتب هنا الباسورد وهنا اليوزر نيم وهتدوس على كلمه التالي، هنا هيفتح معاك الصفحه التانية. هنا لو معكش باسورد فبالتالي ملف الباسورد حتى برضو ملف سايبولك دوت لو الناس مش عارفه تحمل من اللينكات اللي في القناه. طبعا بيقول اليوزر نيم هنا تكتب انت اي حاجه، اي يوزر نيم، مثلا انا تكتب اسمك مثلا عادي مش هيفرق، او مثلا محمد عادل. اكتب الباسورد ده، لازم تكتب الباسورد ده، هتلاقيه في الملف. طبعا الباسورد هكتبه اهو. وبعد كده يا برو هتدوس على كلمة التالي. بعد ما تدوس على كلمة التالي هيفتح معاك بالواجهة دي. طبعا يا برو هنا ده يا دوبك واجهة يعني عادي، انا اللي مصممها برضو، بالتالي مش هطول عليك انا عشان وقت الفيديو. هتدوس على كلمة التالي دي برضو. بعد ما تدوس على كلمة التالي تختار جوجل كروم. بعد ما تدوس على جوجل كروم هيفتح معاك متصفح، استنى لحد ما يحمل. طيب يا برو فتح معاك المتصفح ده. انت دلوقتي انت دلوقتي ايه المتصفح ده بتاع ايه؟ استنى بس لحظة، بس تفعل معايا الموقع الإلكتروني المخصص عشان يكون كل حاجة ظاهرة. طيب يا برو اترجم، بس خليها انجليزي احسن عشان اعرف اشرح لكم. تراجع بس كده. بص يا برو ركز معايا، شايف اللي هو النيو يو ار كوبي ده ده الموقع اللي انت هتسحب بيه. يعني انت دلوقتي تخش على الموقع ده بيديك موقع غير ده. انا الموقع ده انا اللي عامله، انا اللي كاتبه كده عشان كنت بجرب حاجه. فطبعا انت بتخش وتدوس على كلمه كوبي دي، بيديك الموقع اللي انت تفتح معاه. بعد كده يا برو بتنزل تحت هنا كده، بعد ما تديله الضحيه ويخش عليه بيظهر لك الاي دي بتاع الضحيه هنا. وزي ما انتم شايفين دي ايديات ناس مسحوبه، يعني دي ايديات ناس تانية. تعالى مثلا يا برو بعد ما تسحبه ناخد مثلا اي اي دي وناكل الاي دي ده، ندوس مثلا نسخ. طبعا انت بعد ما تسحبه، انت طبعا لو عايز تعمل لينك لنفسك بتدوس على كلمه تشينج دومينو وتدوس على ميك كاستم اللينك، تفتح معاك الواجهه دي. فطبعا انت بتكتب هنا اللي هي كلمه محمد دي، طبعا كلمه كوم اهي دي اللي انت بتغيرها، وكلمه محمد دي اللي هي اللي تحتيها. وبعد كده بتكتب اللي هي الاي دي. فطبعا الاختيارات عندك من الجنب دي، يعني اهو مثلا نفتح هنا كده بيظهر لك اي دي، في لوكيشن، ماب، فيديو، نون. طبعا هنا ده اللي هو مثلا دوت كوم دوت مش عارفك ايه، زي ما انت عايز تكتب اكتب مثلا. هنا اللي تحتها ده اللي هو مثلا اللي هو اسم الموقع اللي بيتكتب فوق ده. طبعا بتدوس على الكلوز. انت مثلا بعد ما خلصت وسحبت كل حاجه، طبعا بس هنسوق عشان عندي برد شويه. فطبعا الاي دي بتاعه بيظهر لك تحت هنا، تاخد مثلا الاي دي ده وليكن الاي دي ده نسخه مثلا. ده بعد كده ما خلصت ده اللي هو بتاع سحب الاي دي، تخش على تاني حاجه تحديد موقع الضحيه، تستنى معاك لحد ما يحمل الواجهه دي، هيفتح معاك بالصفحه دي. طبعا هنا برضو يا برو سايب لك تطبيق سحب الاي دي لو انت معكش التطبيق، فبالتالي مسهل لك كل حاجه. هتدوس هنا بتاع تحديد موقع الضحيه دي، تدوس عليها كده وهتختار جوجل كروم برضو. هيفتح معاك بالصفحه دي. طبعا يا برو انت دلوقتي دي اللي هو انا ده المكان اللوكيشن بتاعي، طبعا ايجيبت الفيوم ايوه مدينه اقصى. تنزل كده يا برو. طبعا انت دلوقتي بعد سحبت الاي دي بتروح عامل ده كده، تمسح ده كده وهتحط هنا الاي دي اللي انت خدته. فليكن مثلا نحط الاي دي ده وتدوس على كلمه بحث هنا. طبعا انا معرفش الاي دي ده بتاع مين، هو اي دي عشوائي انا جبته عشان ايه اشهرك عليه. فتدوس على كلمه بحث فبيظهر لك معلومات اهو. طبعا الاي دي ده بتاع واحد من اليمن اهو، من منطقة
المنطقة الشمالية ومنطقة سينا تقريبا، مدينة سينا او حاجة زي كده يعني، ده منطقة في اليمن. فبتنزل تحت هنا بتلاقي الساعة كام هناك، الوحدة الزمنية، النوع، العنوان. طبعا ده كلها حاجات ملهاش يعني مش لهاش عايزة، انت ممكن ما تحتاجهاش. فانت كل اللي بتحتاجه اصلا الحتة دي اللي هو بتاع البلد والمنطقة والمدينة، ده بالنسبة لتحديد موقع الضحية. طبعا انت لو عايز تغير اي دي فبتكتب هنا كده، وهنا بيظهر لك المكان فين. يعني انت لو هنا اهو المكان اهوت صنعاء، حتى هي في اليمن. فانت بتنزل كده بس هو مش بيبان هنا بوضوح، فاهمني؟ فبتنزل كده بتلاقي اللوكيشن بتاع التليفون هنا اهوت، او اللوكيشن بتاع الاي دي ده. وبس كده يا برو، وده كان شرح النهارده، واستنونا في فيديو جديد. طبعا لينكات الفيديو اسيبها لك تحت في اول كومنت.